إيفانكا ترامب هي ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زوجته الأولى إيفانا، وهي عارضة أزياء وسيدة أعمال تبلغ من العمر 35 عاما، متزوجة من جارد كوشنر في السن ذاته، ولديها 3 أبناء منه، وهو يعمل في العقارات مثل والده ووالد زوجته. ويذكر أن إيفانكا اعتنقت اليهودية بعد الارتباط به. إيفانكا التي تتمتع بطول 1.80 سنتيمترا وجمال ساحر ساعدها لدخول مجال عروض الأزياء عندما كانت في 17 من عمرها، ثم أصبحت وجها مألوفا في عروض لدور أزياء شهيرة، كما ظهرت كوجه إعلاني للعديد من العلامات التجارية، وظهرت على أغلفة المجلات مثل فوربس وهاربر بازرا. حازت إيفانكا على شهادة في الاقتصاد، كما أنها أسست شركتها الخاصة لتصميم الملابس والإكسسوارات، وأنشأت موقع على الإنترنت لتقديم النصائح للنساء العاملات. حصلت في عام 97 على لقب ملكة جمال مراهقات أمريكا في المسابقة التي كانت مملوكة جزئيا لوالدها. وفي عام 2003 ظهرت في فيلم وثائقي كطفلة في واحدة من أكثر الأسر ثراء في العالم، وهي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير وعمليات الاستحواذ في منظمة ترامب، حيث يتركز عملها في إدارة عقارات وفنادق الشركة. ووفق محللين كان لها تأثير كبير في حملة والدها الانتخابية وفي وصوله إلى كرسي الرئاسة الأمريكية، فقد ظهرت إيفانكا مرارا داعمة لوالدها في حوارات وإعلانات تلفزيونية، وقد أغدقت الكثير من الوعود، من بينها أن الأمريكيين سيحصلون على حضانات لأطفالهم بثمن أقل وفي متناول الجميع إذا أصبح والدها رئيسا. هبة حيدري، MC.